بسم الله الرحمن الرحيم. مختلف الحديث. شيء مختلف الحديث تعريفه: اختلاف الحديث هو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر. ده حديث ضد بنديتن المعنى خدا قرا ظاهري ضد طابي حقا خدا طابي حديث كويدو صعب نابز بن زاده قرا ظاهري ضد وإجا طابي حكم بيجي نخر مختلف الحديث أبد بمختلف الحديث يعني بيجي أجي ألانا كي بيجي علمي حديث ألانا كي مثلا يعني حكمه. أما الحكم في ذلك فهو أن ينظر في ذلك. طيب حكم أفا ويبي يذكر، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه صحيح أول مرة هذا حديث يكون ظهر أو تنديتن ضد تنديتن مرة أول جمع بيزكي كجمعنا بينهما تشير بس يعني ما في هردش كاره عمل بكن كاره يعني بيجي تهم فيها ورد بيجي معناه فيها أفا معناه فيجي أفا يعني نزدها الكعبة وريبك وشاخصة مرة أول جمعك فلا عدل عنهما وشاخص عدول شهادة نايكرن بل شهادة برناده بل يعمل بهما معا بهردش عمل تكرن. وذلك كحديث لا عدوى مثلا حديثي قلت بلاش جدي تونه يعني ايش در باسي يكي دني ايش هيك در باسي يكي ناب مع قول صلى الله عليه وسلم حديث كي وريه صحيحه ورسول قلت حديث كي ناش قلت فر من المجذوب فرارك من الاسد جزام اللي برا وقت الشيء ترافي معنوي ظاهر ذات شيء دمكي جزام در باسي تدفه ها جزام وقت او وقت سدف دقش ديك جلده وروي من حديث واحد حديث كي هاتنا رواية كرن وقد جمع بينهما جاتية جمع كرن بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبيعها يعني قلت معنا لا عدوى يعني بطبيعته خو در باسنا در باسي كسينابه يعني خدا در باس به در باس به ايش خوزات تشكي بطبيعته خو بكاره وقت معنا او يعني تحقق خدا تنه گوندنه که اما آدنجی يعني آدنجي يعني جبوك حقيقة يضطن أما ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعداء مرضه أنجا خدای تعالى تهدي هبونا نقاش بصغلم را كي سبب عيشو هربي أفشبو أفسي قلت فرا من المجود فرا من المجود يعني أول لا عدوى وش نصدي هذا يعني طبيعته خو عدواتنا في مجموعة شو برافيت شو خدا سبيته وسبيت شكلية أنا طبيعتي كريجنا دا أوتنا طبيعي خو نقارب براه أما خدای تعالى أو بكذا سببي وقت بيبيني جيت ويش أخي أساس تبين يعني عقيدة السنة ويش أخي أو حكم وي تديكي وقوات تديكي وقد يتخلف ذلك طبعا كما في سائر الأسباب جانا مثلا مخالطة أفيا جانا شفارت بينه مثلا جانا بسبب هبجي بسبب نيجي شخص أسباب الديج وارده فإنها تؤثر بقدرة الله تعالى إن سبقت مشيئة الله تعالى في ذلك مثلا أو سبب تأثير كم قطع خدا أجت مشيئة خدا بقاسه وإلا فلا تأتي لا في ميزات ذات وان تأثير تنه ويشاقي معنا كل عدو أن ذات بيتنه وفر من الملزوم يا كل سبب السبب مش دامي إلا مورجينه يعني غالب رب خدای تعالى شبالي سبب مسبب وكيل أما جانا سبب بحدة إبراهيم الشيطان أجد الشيطان سبب بطالبه أوري هنا طبيعته إنك إنسان أجي مثلا رب العالمين فيها أو في سبيت جوان ضشينكية أزنت كتن بس اللي جاوا فنقول عشنا خوشنا أزنت كت مش أزنت كت زانا برنزانم كي زاركي خدا أزنت كت مجلس أنا نت كت هبون واج دوران بيزت كرين يكي فوق شو بيت كت دوام بيزت كت محمد أغالي هو عين وريب وإيه من بورا خوانيش بخناس أونت جينا جوانت كت يعني مش أنا سبيت يعني وقت وقت جانا خدای تعالى يعني غالب سبب دبن سبب وجانا شوف سبيتهم بطلت. وهناك وجوه أخرى من الجمع شاف إنك وجد نيج هنا الجمعي بذا اتفاقية بذا يعني وقت بس الجمع ممكن بمرجع وقت بذا في شكل إنك الجمع كذي. وهذا مثال في الأحكام الكونية طبعا مثال ما مثال تشكو بالجي أوي بالجي إنسانه أحكام كونية نبغي أحكام شرعية له يعني برشة طبيعة إنسان. ومثال ذلك في الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية مثلا حديثه رسول الله قلت إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وقت بدو قلتين دو قلت أو بشك الجموان بوند أو دمشق يعني نشانة أوي نشانة رسول الله يقول برد بارتقاف يعني حتى بغير نبأ أو نابه أجس نابه أو عصبي أو دمشق يعني وقت جيت قلتها لم يحمل خبث أعطى نجاسة خدا ناكل
معناه دمك جيش قلتين ناكل حديثك ديني خلق الله الماء طهورا خدا آوه طهور çek yani temiz jitke ne sadece temizleyiciye la yunecisuhu ve necisnake o bize bahsa kuletini ne kiriye ve necisnake illa ma gayyara ta'amahu ev levnehu rihahu ancak çeki ki ta'mavi yaji rengi ve yaji binavi mugayyer ve zahiri ve hadisi yani av hindik beji ki tağir çene be necisna be mesela malkeş ev zaten والجورا حديثة قوي يعني الجورا حديثة دي وقت نبى قلتين حتى نبى قلتين يحمل الخبث يبقى علي دبك يعني بعصت قويتنا بعصت يعني غير طعمه لونه وريحه تلي فالحديث اللي كم بينش كجمع ممكنه شافعي ورجع كده حديثة أول قلت يا ظاهر طهارة القلتين تغير الماء قبله دو قلتين طهارة مغير فم مغير نبى أما غير قلتين والثاني جاء الدويا ظاهره طهارة غير متغير فبغير نبى طاهرة قاضي بلا قلتين هبة قلتين كلمة سواء كان قلتين أم أقل قاضي قلت هبة قاضي بلا كيف تربه فخص عموم كل منهما بالآخر كما في التدليل تدليل راوي دا رابي قلت أساس عموم هذه كيسة خاطية تخصيص كرن بخصوص عادلي نوري يعني دوي شاخي أواكو مثلا حديثاكو قلت خلق الله الماء لا ينسمى غير طعمه له يعني كلتين با او تغيير نبا طهوره آدني كقولتي قلتين با يعمل خبثاني إذا لم يغير ما يغير طعمه أو لونه أو إذا لم يدخل فيما هذا نوري وقت يكوري باش قضاة الشافعي ورد بيش تبي قلتين بيجي وقت التغيير هبا نجسة ونقلتين بيجي قلتين بتغيير بيجي نوري يعني بشهد بچه demek av jibuk necis nebe gerek kuleteyn be u tagif nebe gerek hem kuleteyn be hem tagif nebe فهمت كي هادو سرهد بأفه هادو سرهد بأف إيش شقي وجب ممكنه جب مالك وناكل مالك بعمل كتير دخل لا ينجس إلا ما غير طعمه ولونه وريحه دي ماكي وناكل جمع ناكلنا وأظن يقول الجموان مثلا فيا يقول ده صحيح ديتنا محتملا يجي قلتنا مثلا فيا بشتي فيا بقى قلت فيا ناس خويا كتير بكره ومذهبي وانجي إمام الغزالي بأساس مسألة آوادا مسألة نجاسة ده المذهبي فرع ومذهبي دبي ده موافقة أو موافقة عملي صحابية نسل زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفشاوان يعني جيليوان دبي أو بمذهبي مالكي ذا مسألة وراس مذهبي شافية تنجي الشافعية يعني شيء تقدري وأما يدلوا ماش إيه وسفسري شافعية يعني ماليش حنيفي سدا حق ونابيني بس سلي نابيني ايش عارفين ندرس سدي بينجي وسلي بقدازي ايوه ندير هذا الوصف ايه واما اذا كان الحديثان المتعارضان اگر هذا حديث متعارض لا يمكن الجمع بينهما دمك اولى مهر جمعي وقت ده حدث هذا ظاهري وان تشلشكيدي يعني ظاهري وان كوي منافيه هذن ويشاخي امش جمع بكن بجمع نمكن بيشا فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر بوجه من الوجوه الدالة على النسخ أملوه بميزاكن كمثلا يك دبفي أنا نسخة فيها كلمة نوري وش هاي أخطأ من النسخ وقت وجه كهبة مثلا ميزاك تاريخ وان فيها بري بشاي يتمام وفيها دمك نسخة أبريك إيه لا سما جو أجر هادو حديثين متعارض جمعنا ممكن به ووجه نس يك وفيها نسخة فيها منسوخة بلي بنسخة نسخة بقر وإن لم يثبت النسخ نسخ إثبات نبه أو نكر ما تثبيت نكر كجا بري كجا بالشاي وزمان أخذنا بالأرجح من أمد وجهه كجا ده راجح من الود بيزك أم يخبر أرجحي بكر تمام يعني حديثي واضح بين أصول جيج ورد وقت العجيبة أو جمعي ده ورد وقت يا نقول شو نسخي صحيح نقول شو نسخي نسخ نبنا شو يعني هذا جمعي جمع نبنا هي شو ترجعي سلجيا يعني فرقة كيوان هي مثلا أنا ورد بيجن بين أول جمع يفاد بيام ضابط دام يا جبر وانا ديك شيء داتي أصولي يعني أول جمع نمكن بنسخ نسخ نمكن ب مهم أرجح تيجي ما تثبيت نكد توقف هذا اللي عمله
ووجود ترجمة متعددة توجه ترجيح كثيرة مفصلة في كتب الأصول وغيرها كتب الأصول الحديثة ده. وقد ذكر الحازمي في كتابه الاعتبار 50 وجها. حازمي ده الاعتبار ده بينجي وجهها سكركية وأوصلها العراقي إلى 110 وجوه قسان ديال سدو ده وجه. وقد لخص السيوطي أو كريه ظنا نقد يعني كريه فرد إلى 7 أقسام كريه حفظ قسم. وكل قسم يشتغل وجه كتابه قسمه كيجت بنيودا شد وجه. الأول مثلا وانا سوتيه بيجي الترجمة حال الراوي ما في الحال الراوي ميزاك من كثرة الرواة يعني مثلا فيها تمام فيها مثلا بالسندات يا بسند فيها أو علوي السند يا مثلا فيها بسيحة بقشتيمة ويا بشاشة بقشتيمة أو فقه الراوي يا مثلا راوية فيها فقيه عن زمان ده إمام مالك أبو حنيفة إمام شافعية إدنا أو نحو ذلك بزل فيها ترجمة حال الراوي ويشاغل مثلا يكي وريبه كان بيجي مش فقهاء هاتية بترجمة كل سنة أدري دوا الترجمة بالتحمل بقرتني شو بقرتني كان ترجمة تحمل تحدثني على العرض بس بحدثني برواية كيتا قلت يا عرض علي لا شكل قرتني هنا حديث هي عرض هي إجازة هي كتابة هي مناولة وكل شيء برن يعني وطيب سماعي به تحديث هي بتحديث كذا سماعي وده قلت لي نوري والعرض عليك بس عرض جسر كتابته صوت الجسر مكتوب شان بأيدي أو عرض كلمة اشترى ضابط أيدي أو المناولة يجي مثلا عرض سر مناولة مناولة عرض بيجي آمنة ده تو بيجي آمنة مثلا مناولة صوت الجسر تسيته او الوجاده يا مثلا تديتيه تسمى ماسي ديتيه كوي فيك حسين روايات كده بيجي ولا قويه الوجاده وانا درباسته كنت بيجي درباسته كنت باسكي. الثالث الترجمه بكيفيه الروايه اذا ترجمها بكيفيته شوا بس كترجيح المحكي بلفظي على المحكي معناه تمام ده حديث بأون حد من مخالفه هذا ما حديثا من بلفظا مع روايات كده تأتك معنى لفظات ترجيح كسرها معنى بكتير معنى ده بدي أنشي بتشيء به وما ذكر في سبب ورودي على ما لا يذكر في ذلك يجي مثلا ذكر سبب ورود حديث سبب نزول القرآن من سبب نزول الحديث سبب وروده سبب خاطر حديث هذا كده تونه لذلك الأول على احتمال رأي شو وقت مثلا السبب هذا دمك يراوي ولم دايما السبب وجدانه دي بقى مثلا أوهابه رسول أوهابه نوري. الرابع الترجمة بوقت الورود وقت وروده كترجمة مدني على المكي مثلا في حديث المدينية أعطينا المكية أو مكية تمرون نشتون أحكام. الخامس الترجيح بلفظ الخبر كترجيح الخاص على العام والمطلق على موارده الترجيح بلفظ خبري لفظ حديثي مثلا خاص هي وعام هي من خاصي ترجيح بصير عام شيء خاصي ده قيد كذا هي والمطلق على موارد على سبب مثلا ترجيحها مطلق يبكي كوكب باغلي سبب شيء أصل إطلاقه والحق على الأصل حقته مفهوم؟ مم. السادس الترجيح بالحكم كترجيح الدال على التحريم على الدال على الإباحة تمام مخالفة هذا ما يكتب بصح أويد كه يكتب تبياب كحرام دبي مباحة احتياط شتنك وجه أخي تخبأ تبي حرام تخبي بكي تجبني ناك نجنا بيجي تجرم بكي تبي حتى بكي حلالة يعني ترجيح يعني احتياط بيطلع احتياط يعني فيها. السابع الترجيح بأمن خارجي كترجيح موافقة ظاهر القرآن أو حديث آخر بس اللي فيها ظاهر القرآن يجي موافقة بيه يا حسيت إني موافقة بيه أدينا وريه وجه تبي ترجيح كل أدري أشوف. وإذا ترجح أحد الحديثين بوجه ما حديثين إذا ترجح شيء نبو وإذا تعدى ترجح أحد الحديثين بوجه ما وضع وجه التقوى توقف فيهما توقف بك يعني كيف ما تشيك موجود تثبيت نكر دوري توقف بك يعني نبي عملتك نبي يعني وكا كنت نبوي أو تشت حتى أنا كيكو تشتكي در كتوت لا نكتوت شوي وري أهميته مختلف الحديثين معرفة هذا الفن من أهم أنواع علوم الحديث طبعا الناس كلام في فني نبي أن مهمة أنواع علوم الحديثة التي يجب على العالم معرفتها يعني أنواع علوم حديثك واجب بس العالم كل ظالبة وإنما يعتني بها الأئمة الجامعة بين الحديث والفقه والأصول طبعا كيف نبدأ فيها أو إمامك هم حديث زان هم فقه زان هم أصول زان مختلف زان مختلف الحديث زان والخواصون على الصلاة المعاني دقيقة وانا خلوقت كن لسان استخراج معاني دقيقة يعني يكون خواص يكون ضل مش أويد كن يكون كذا أوفي جل براشي يعني يكون معني وان باشر أهم مؤلفاتي أن يازي أبوي كتاب أبوي أنملي وقد صنف فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه ياسكي حتى قيل إنه أول من تكلم فيه قلت أول تحقي مختلف الحساسية اشتغلية قلت الإمام الشافعي
قال لك يعني ابتكاري يعني ابتكار يقول وش داغلي مثلا فيها و عويدات ايش د رسالة دا ابتكاري هنا قال لك ابتكاري ما مش عارف يعني. ثم صنف ابن قتيبة كتابا سماه تأويل مختلف الحديث. مختلف الحديث هذه مشهورة ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وغير ذلك. كتاب يدا شيء باشي آنية إنه باشي آنية لقصر باعه فيها çünkü يعني دستيوتي دا كنبيه يعني طبي إنسان يكون ياسك شوي ألان جرا أوه وألان جرا غريبة شوي قصيد شيء نباشي كتاب يدا أنا ما لازم دا صريح ذكري. ثم صنف ابن جرير في ذلك ابن جرير طبري ياسكريه. وصنف طحاوي كتابه مشكل الآثار طحاوي مثلا مشهورة مشكل الآثار طحاوي وهو كتاب عظيم الفائدة يحتوي على عدة أجزاء كفائدة برو قالك برشيوي هنا أتى في بما يشفي العليل ويروي الغليل يعني تدا عن الشيء يعني نخشني حتى أو أوي تيبوني تيرتك يروي يعني قانما سويا قانماق تمام غليل يعني هو مرجي تينا وابشوته. وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما في هذا الفن. ابن خزيمة مشهورة صحاوية هي صحابي ابن خزيمة هي أوجد بيت في علمي داش أن يكوش خبر ده أو حتى قال قوتية ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه. قوتية ده حديث شهر طرف بصديها بتنين يعني حديث صحيح بين وصديها بقوتية تنين ومن وجه شيء من ذاك فليتم يؤلف بينهم يكي دي برج برابينه أزي جمعه تشيك يعني ورق بخجي أمين بيه الناس هم ليس كذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.